خليني أسألك سؤال ومحدش سمعنا. ليه بتحسي بالذنب أول ما تقعدي ترتاحي؟ ليه حتى لو أخدتي نص ساعة لنفسك يبدأ صوت جواكي يقول قومي اغسلي، وراكي شغل، الأولاد محتاجين مذاكرة، انت بتضيعي وقتك في الراحة، وكأن الراحة نفسها بقت حاجة غلط. لو بتحسي بكل دول فاسمعيني، أنا مي رفعت، معالجة نفسية وسلوكية من أكتر من 15 سنة، بساعد السيدات يفهموا نفسهم بشكل أعمق ويعيشوا في سعادة. واللي عايزاكي تعرفيه النهاردة إن اللي بتمر بيه ده مش كسل ومش ضعف إرادة ومش سوء تنظيم للوقت. في علم النفس في نمط معروف اسمه متلازمة المرأة الخارقة، المرأة اللي شايفة إنها لازم تنجح في كل الأدوار، وفي نفس الوقت لازم تكون الموظفة الممتازة والأم المثالية والزوجة المنتبهة لكل التفاصيل والابنة البرة وصديقة متاحة على فكرة في كل وقت. ولما تأثر في أي دور من دول تحاكم نفسها بقسوة شديدة. والأصعب من كده إن الست دي غالبا ما اتعلمتش تحط نفسها في الأول أصلا، اتعلمت إن قيمتها في اللي بتقدمه، في إنها تشيل، تتحمل، تساعد، تسمع، ترضي الكل.